جماعة النهاردة 13 رمضان، وصلنا لنص رمضان حرفيا. ربنا يستر، خلاص رمضان بيجري يا جماعة. والنهاردة عندي سكواش، بس قبل ما هروح لسكواش هنعمل ايه؟ هنروح ناخد الكوفي بتاعتنا. يا ترى قهوة 13 رمضان هناخدها من عند مين في بورسعيد؟ يلا بينا. كيكرز يا جماعة من الاماكن المميزة جدا في بورسعيد في القهوة، برضو بيعملوا قهوة حلوة قوي، فما ينفعش ما نجربهمش في رمضان وناخد الكوفي من عندهم. كيكرز يا جماعة بجد يا جماعة، كيكرز دول ذوق جدا جدا جدا. اول حاجه قبل ما نتكلم عن الذوق هنتكلم عن القهوه وجمال القهوه وشكل القهوه وطعم القهوه وريحه القهوه. عندهم خطيره، من احسن الاماكن تشرب من عندهم قهوه بجد. الكوبايه دي يا جماعه ثمنها 25 جنيه. مش اول مره اشربها طبعا من عندهم، تحفه. يعني اللي ما جربش القهوه سواء المحوجه، انا بحب القهوه محوج جدا، او التركي عند كيكرز، فهو فايته كتير غير بقى المشروبات التانية. والله ده بمنتهى اونست يا جماعه، بكل امانه القهوه التركي من احسن وافضل الاماكن اللي تشرب من عندها قهوه تركي او قهوه عامه في بورسعيد. اما الذوق بقى يكمن فين؟ في ان انت تاخد قهوتك وتلاقيه بيديك من البندق المحمص الخطير بتاعهم ده. بجد ذوق. يعني انت مشتري قهوه ب 25 جنيه واخد معاها شويه بندق محمصين لا يعلى عليهم. يعني هم مميزين جدا المكسرات وتحميصه المكسرات سواء بندق او كاجو، مجرباهم من عندهم خطيره. تشرب بقى قهوتك، الله 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 بجد، مع البندق تركيبه خطيره. عشاق القهوه جربوا التركيبه دي من عند كيكرز. حبيت بس كده. مستنياكم تقولوا لي بتشربوا ايه غير القهوه من عند كيكرز. بون ابيتي.